والله يا شيخ أنا نفسي ألتزم وأستقيم، بس عندي خوف رهيب من اللي بشوفه من بعض المتدينين. بحس إن تدينهم مشوه وبتوجع قوي إن أعرف إن حد منهم انتكس، وكمان بخاف أكتر إن آخد الخطوة. فبالله عليك ينفع كده وبشكل مختصر تقولي هي إيه أهم الخطوات اللي لازم أبدأ بيها عشان تديني يكون صحيح وثابت؟ السؤال ده مهم جدا والجواب عليه أهم، عشان خاطر فعلا مفيش حد هيعرف ان هو يبني التدين بتاعه ويستمر فيه إلا لو كان بنيه صح ومؤسسه صح. ولو كانت البداية بتاعته غلط، لو تقل على نفسه شوية يتكسر ويلاقي نفسه بيرجع ومش عارف يعلو بدينه. طيب ليه؟ عشان الأساس كان غلط، الأساس ما كانش متأسس صح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول إيه؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. شوف الآية بتقول لك إيه؟ أفمن أسس بنيانه، أسس البنيان. تدينك ده كأنه بنيان، أنت بتبني قلعة، بتبني قصر، بتبني حاجة. طب يعني إيه بنيان؟ يعني سعة، يعني شدة، يعني احتواء. انا مش هبني حاجه مثلا واطلع اعيش براها، لا انا هبقى جواها خلاص، ما ده بنياني انا. يعني ثبات، يعني رسوخ، يعني قوه، ده البنيان. تدينك المفترض ان هو يكون بالشكل ده، بالصفات دي. وربنا سبحانه وتعالى قال حاجه كمان، قال افمن اسس. واخد بالك من كلمه اسس؟ يعني ايه؟ يعني شغل، يعني تعب، يعني مجهود، يعني تاسيس. حاجه كده بتتعمل، وبتتعمل يعني بذمه، بيتعمل فيها مجهود. فاللي ياسس بنيانه تدينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس. تدينك ده حاجه مش بسيطه كده، لا حاجه محتاج ان انت تركز فيها. لما تاسسه صح بعد كده لما تيجي تعلو، تلاقي نفسك ماشي بقوه، ماشي بثبات وما تقعش. طب لو العكس، لا، هتلاقي نفسك فعلا بتقع ومش عارف تتحرك إلى الله عز وجل، كأنك بتعرج، كأنك مش عارف توصل. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بيقول كلام في الموضوع ده غاية في الأهمية. بيقول أي إنسان بجد، أي عبد يريد أن يسلك هذا الطريق إلى الله عز وجل، يجب عليه 4 حاجات. لو عايز تأسس نفسك بجد، 4 حاجات لازم تبدأ بيهم. رقم 1، معتقد صحيح. إن اعتقادك في الله عز وجل يكون صحيح، مفهوش بدعة، مفهوش تشوه، تكون شايف كويس. الإمام أحمد ابن إبراهيم الواسطي رحمه الله بيقول كلام غاية في الأهمية في الموضوع ده برضه. بيقول لك إيه؟ العقائد أصول المشاهد عليها تبنى، والمشاهد أصول المقاعد، فمن صح معتقده صح مشهده. يعني إيه؟ خلينا أضرب لك مثال على طول. خلينا نجيب الراجل المحترم ده. أنت في مكان شايف الراجل ده، لو كان هو بيشوف فهو كمان شايفك. انما لو مثلا دلوقتي جبنا حجاب وحطيناه كده، هل انت هتشوفه؟ لا، مش هتشوفه خالص. طيب لو عملنا كده، تمام، احنا دلوقتي موجودين بيننا وبين بعض حجاب، بس هو مخليك تشوف جزء والجزء التاني لا. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المكان اللي انت فيه بيحدد انت شايف ايه، وانت شايف ايه هو ده اللي انت في الاخر بتتعلق بيه، او اللي انت بتعرفه، او اللي انت بتفهمه. واضح؟ فلما اجي اقول لك معتقدك في الله عز وجل ايه، ده كأنه المكان اللي انت شايف منه الايمان. فلو انت في حتة غلط هتشوف الايمان غلط، لو انت في حتة رايقة هتشوف الايمان صح، وهتشوفه صافي، وهتشوفه حقيقي. فلو الإنسان مش شايف كويس هتلاقي سلوكه في الطريق إلى الله عز وجل معوج. خليني أضرب لك مثال. الله عز وجل يقول في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول كده. طيب هل أنت معتقد أن ربنا سبحانه وتعالى رحيم؟ طبعا. طيب يعني رحيم قد إيه؟ لا لا، رحيم، رحيم قوي قوي قوي، يعني رحيم كده، يعني ليست كرحمته رحمة، ورحمتي وسعت
كل شيء، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني رحمته تسعها. طيب ممتاز، هل انت شايف صح؟ يعني ايه؟ يعني لو واحد شايف صح هيشوف الآية كلها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فالآية دي تبني عنده شعور إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، فلو أنا غلطت، لو أنا بعدت، لو أنا زليت، لو أنا عصيت، على طول أرجع وما يأسش. ليه؟ عشان رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة. لو أنا حسيت من جوايا بقسوة، أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة، هياخدني كده ويحطني على الصراط المستقيم. لو أنا مثلا حاسس بهم شديد، أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة. لو أنا في فتنة شديدة ما أقعش فيها همسك نفسي، ولو وقعت أرجع على طول، ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة. لو أنا بقالي سنين عمري كلها في المعصية مش هيأس وهرجع تاني، ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة. لو أنا عملت ذنب كبير جدا 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 مش هيأس وهرجع، ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة. كده أنا شايف صح، كده أنا شايف صح، هبقى من المتقين بسرعة عشان يرحمني. طيب اللي شايف بقى غلط بيعمل إيه؟ لا، ده بينه وبين ربنا حجاب، مش شايف صح، فيشوف ورحمتي وسعت كل شيء بس. ما يشوفش بقى إيه؟ فسأكتبها للذين يتقون. ما يشوفش دي، فتلاقيه بيتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا وغفران ربنا ومحو ربنا سبحانه وتعالى للخطايا والجنة وهو بعيد. الله، ايه الحكاية؟ طيب انت مش شايف الباقي ليه؟ ما هو في حتة تانية، هو في حتة فيها حجاب، مش شايف صح. يجي يقول لك الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يقول لك يا على الرحمة، وبجد والله العظيم أقسم بالله ربك رحيم. شوف الكلام بيبدأ بإيه؟ يا ابن آدم، ولو ذنوبك بلغت عنان السماء، وفي الآخر يقول إيه؟ غفرت لك ولا أبالي. شوف الجمال، شوف الرحمة. بس يشوف هو كل ده وما يشوفش إيه؟ ما يشوفش لو أنت استغفرت ثم استغفرتني، إن أنت تتوب، إن أنت ترجع له. فلما يكون مش شايف دي يبقى قاعد في حتة غلط، معتقده غلط، فيشوف الحقيقة مش كاملة، مشوهة، أو ما يشوفهاش أصلا، وساعتها ما يعرفش يوصل. فلو عايز تأسس نفسك بجد، رقم 1 معتقد سليم. تاني حاجة الإمام الغزالي بيقول لك لازم تأسس نفسك بيها في الطريق إلى الله عز وجل: توبة نصوح. إن أنت تتوب لله عز وجل توبة تخلي قلبك سليم من كل ذنب وجوارحك سليمة من كل ذنب. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة أركانها 3، وبيكون في ركن رابع لو في حق من حقوق العباد. فتوبتك لازم تكون مكتملة الأركان، تكون ندمان على فعل الذنب، إن أنت تقلع عن الذنب بأسبابه، إن أنت تعزم على عدم العودة، خلاص مش بتجرب إن أنت تبطل، لأ الموضوع منتهي. ولو في حق من حقوق العباد ترجع لهم حقهم. وهنا في نقطة مهمة جدا. ممكن واحد يجي يقول لك طيب لازم التوبة بتاعتي تكون توبة نصوحة، يعني ما يكونش عندي ذنب في حياتي خالص؟ ما هو ده مش منطقي. يعني كلنا بنغلط، كل ابن آدم خطاء. أقول له أيوة صح، احنا مجبولين على ده، احنا مخلوقين كده، ولكن لازم تبقى فاهم ان انت ما ينفعش تستقيم على الصراط المستقيم، تستقيم في الطريق إلى الله عز وجل وانت في حتة منك في الطريق المعاكس. يعني ايه؟ التوبة يا جماعة طريق ربنا، طريق الجنة. الطاعة طريق ربنا، طريق الجنة. والمعصية الطريق المعاكس. وما ينفعش الإنسان الواحد يمشي في الطريقين في نفس الوقت. تيجي تقول لي أيوة ماشي ممتاز، يعني أنت بتقول كده إن أنا المفترض إن أنا أكون معصوم. لأ والله ده مش قصدي تماما، بس أنا قصدي إن أنت مش هتعرف تستقيم وتثبت وتأسس الطريق إلى الله عز وجل إلا لو كانت حياتك إجمالا ما فيهاش ذنب أنت مصر عليه.
اتفهمت؟ في فرق بين الاتنين. في فرق بين واحد بيخطئ فيقوم بسرعة ويتوب، بيخطئ فيقوم بسرعة يعمل المعصية فيقول بعد ما يعمل المعصية ايه اللي انا عملته ده؟ انا ازاي غلطت كده؟ انا ازاي تعديت كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم اخر مرة. طيب لا دي كانت مش معصية عادية، دي كانت معصية كبيرة جدا جدا، يعني حاجة فاحشة، حاجة كبيرة، حتى لو حاجة كبيرة. طيب لا ده حاجة يعني من الكبائر، حتى لو من الكبائر. لا ده كان مبسوط وهو بيعملها. يعني ممكن الواحد يعمل الذنب وهو زعلان ويبقى يعني مش طايق نفسه، خلاص قلبه مقسوم نصين، مش عاجبه اللي هو بيعمله بس نفسه غلبته. لا التاني بقى بيقول لك لا ده انا بعمل الحاجة وانا مبسوط، حتى لو كان مبسوط او زعلان ايا كان وقعت قوم في ساعتها. يعني سامحوني في اللفظ، وسخت قلبك بذنب ما تمشيش كده، لازم على طول تنظفه. طيب مشيت بيه كده، لا ده انت مش بس مشيت بيه كده، ده انت مصر عليه وبتقول انا عايز افضل على الذنب ده واستقيم. مفيش حاجة اسمها كده، هتبقى اعرج، هيبقى عندك مشكلة، ادركتها ما ادركتهاش هتفضل المشكلة موجودة. عشان خاطر كده في ناس كتير بيبقوا بجد بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وعايزين يسلكوا الطريق بجد وعايزين يستقيموا بجد، بس هو حاسس انه متكتف مش عارف يتحرك، ويقول لك بجد بحاول بس مش عارف، عايز اطلع بس مش عارف. تيجي تسأل تلاقي ان في ذنوب موجودة في حياته هنا وهنا وهنا، مرتبطة بحياته الاجتماعية او بحياته المادية او بالأسرة او حتى شهوة هو بيعملها او ايا كان، ومداوم عليها مش بيغيرها. هو مش مدرك ان دي كأنها كده حاجة مسكاه ورا، كأنه كده مسمار انت ضربته في مكان معين ومربوط بيه وعمال تبعد. جيت عند حتة معينة عايز تتقدم مش عارف تتقدم. يا جماعة في ايه؟ عايز اتقدم مش عارف اتقدم. هو مش باصص انه هو اصلا عنده مسمار ربطه ورا، هو اللي عمل الحاجة اللي مخلياه عاجز، مش مدرك ده. بس صدقني الذنب هو اللي عامل فيك كده، لو تبت منه خلاص هتبقى حر وهتلاقي نفسك ماشي في الطريق، بتسلك الطريق بأريحية، بتسلك الطريق بحرية، بتسلك الطريق بسعادة، ومفيش حاجة ربطك ورا. فتاني حاجة تأسس بيها نفسك وتستقيم بيها، واجب عليك تعملها وانت في الطريق إلى الله عز وجل، توبة نصوحة. تالت حاجة الإمام الغزالي بيوجهنا ليها يجب علينا إن احنا نأسسها ونعملها عشان نستقيم في الطريق إلى الله عز وجل، استرضاء الخصوم. يعني إيه؟ أنت وأنت ماشي في الطريق إلى الله عز وجل في هذه الدنيا مش ماشي بس في العبادات، لا، في معاملات حواليك. أنت جوه البيت بتاعك في أب وأم، في زوجة، في أبناء، أسرتك بتتعامل معاهم، ليك جيران، ليك زملاء في الدراسة أو في العمل، في معارف، في ناس أكبر منك، ناس أصغر منك، ناس أعلى، ناس أقل، أيا كان في معاملات مع الناس اللي حواليك. والمعاملات دي نادرا يعني إن تكون أغلبها مثالية، لا، ساعات بيكون أنت بتيجي على الناس أو الناس بتيجي عليك، وبناء عليه هيكون في مشاكل. طيب المشاكل دي بقى أنت عايش فيها ومتوغل فيها ولا بتحلها أول بأول؟ انت سبب في وجود مشاكل كبيرة ولا انت دايما بتبسط المعاملات؟ انت شخص كلفتك الاجتماعية ضخمة جدا وتقيل قوي في التعامل، ولا الموضوع ماشي ببساطة وبسهولة وهين ولين؟ انت ايه؟ لازم تبقى هين، لازم تبقى لين، لازم تبقى سهل، لازم تبقى بتتعامل مع الناس ببساطة. طيب ما هيحصل زعل، طبعا منطقي جدا، ولكن ما تدخلش بقى في دايرة الزعل وتفضل عايش فيها. عندك مشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا، المشاكل اللي مع الناس دي تشتتك وتشتت قلبك، المشاكل دي تخليك ضعيف مش عارف تتحرك، المشاكل دي تشغل قلبك وممكن كمان توقعك في الغلط، وساعتها هتبقى ضعيف وانت ماشي في الطريق إلى الله عز وجل. إنما لو حليت المشاكل دي، استرضاء الخصوم، هتلاقي نفسك ماشي ببساطة وبسهولة والدنيا كويسة، كأنك شلت كل المعوقات وفرغت نفسك ان انت تفضل مركز في الطريق الى الله عز وجل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فساد ذات البين هو الحالقة، مش حالقة الشعر، لا، حالقة الدين. عشان خاطر كده واجب عليك دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب بقى أنا مين مزعله، لا فلان وفلان وفلان وفلان، مش هكمل كده، أرفع سماعة التليفون ولا أشوف هتعمل إيه وتسترضيه. طيب افرض هو اللي غلطان، سؤال، حاجة معتبرة يعني ولا موضوع بسيط ويعدي؟ بسيط ويعدي، خلاص يا عم كلمه ومشي الدنيا بسهولة. طيب حاجة معتبرة ومشكلة ولازم تتحل، خلاص يبقى نسعى في حلها ونشوف ممكن نعمل ايه، ونجيب ناس وندخل ناس عاقلة وبالحكمة كده الموضوع يتحل. ليه؟ عشان خاطر لو ليك حق تاخده وفي نفس الوقت قلبك يستريح وما تشغلش نفسك إلا بالطريق إلى الله عز وجل. رابع حاجة الإمام الغزالي وجهنا إن احنا يجب نأسس بيها الطريق إلى الله عز وجل طلب العلم الشرعي، وبين قوسين القدر الواجب منه. طيب إيه هو العلم الشرعي؟ العلم اللي انت بتعرف بيه ازاي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وتعرف مواضع او مواطن سخط الله عز وجل. فلما تعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى وارضاء الله عز وجل، خلاص تسلك هذا الطريق. ولما تعرف ايه اللي بيغضب ربنا سبحانه وتعالى تتجنب هذا الطريق. طيب ايه موضوع القدر الواجب؟ القدر الواجب يعني القدر اللي انت بتتعبد بيه لله عز وجل. يعني مثلا انت يجب عليك ان انت تصلي، يبقى لازم تفهم ازاي تصلي، لازم تتعلم فقه الصلاة. انت يجب عليك ان انت تزكي، يبقى لازم تتعلم فقه الزكاة. ان انت مثلا بتتاجر فانت عندك عقود معينة او معاملات معينة، لازم تتعلم ايه الحلال وايه الحرام عشان ما تعملش معاملة معينة المعاملة دي ممكن تكون حرام. طيب انا بقى يعني هسيب شغلي وهسيب كل حاجة واروح اتعلم واوقف الدنيا؟ بالمناسبة هي ما بتتاخدش كده. اولا مفيش اي مانع ان انت تسيب حاجات كتير وتتعلم عشان خاطر ما تقعش في الغلط، لان دي جنة ونار. السالك في الطريق الى الله عز وجل ما بيفكرش بالطريقة دي. ولكن في حاجة انت ممكن تعملها وانت ماشي في الطريق الى الله عز وجل وانت بتتعلم. الله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت لو في حاجة شايف إن ممكن يكون فيها شبهة معينة أو سمعت كلام حواليها، اسأل على طول، مش لازم تروح تتعلم يعني وإزاي تأصل المسألة، لا خلاص، جيب حد من أهل العلم المعتبرين أنت بتثق فيه واسأله، هيقولك الجواب وأنت خلاص هتمشي على هذا الرأي. بس اوعى تستخسر في نفسك إن أنت تتعلم، اوعى تستخسر في نفسك إن أنت تشيل علم شرعي في قلبك. الله جل في علاه ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إن هو يستزيد من أي شيء في الدنيا إلا العلم بس. قال تعالى وقل رب زدني علما. فزيادة العلم هي أكبر خير أنت ممكن تحصله في الدنيا دي. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وفي النهاية عايز أقولك إن أنت عمرك ما هتشوف أجمل من الحياة في طاعة الله عز وجل، ولا هتدوق أحلى من الأنس بربنا سبحانه وتعالى، ولا هتشوف طريق أطهر من طريق ربنا سبحانه وتعالى. عشان خاطر كده اوعى تبيع آخرتك بدنيتك، اوعى تكون فاكر إن الدنيا تستاهل. طول ما العمر بيعدي كل ما الدنيا قدامك هتتكشف، ولو كبرت هتكتشف في الآخر إن هي ملهاش لازمة زي كل الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم العمر الطويل وفي الآخر قالوا ما كانش ليها لازمة، وفي الآخر رجعوا لربنا سبحانه وتعالى. في ناس بالفعل ما رجعتش مش عشان لقوا الدنيا أحلى، لأ، عشان فضلوا تايهين لغاية آخر لحظة في حياتهم. فاوعى تبقى الراجل ده، اوعي تبقي البنت دي أو الست دي. عايزين نقرر دلوقتي ونعاهد ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي إن اللحظة اللي احنا فيها دي هي لحظة البداية. هتوب دلوقتي يا رب، هرجع دلوقتي يا رب، هبدأ الطريق دلوقتي يا رب، وهأسسه بالبداية الصحيحة. هكون جاد، هكون صادق، مش همشي كده أي كلام، لأ، هبيع أي حاجة، هضحي بأي حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى عشان أبدأ صح. ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. يا رب يجمعنا بيكم في الجنة، ويا رب ارزقنا الاستقامة
على الصراط المستقيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.